لو بتعاني من وقف الحال وعندك عكوسات، حياتك واقفة ما بتتحركش من مكانها، كل ما تنوي تعمل شيء دايما عندك وقف حال، شاكك ان عندك سحر. في الفيديو ده هقولك ازاي تعالج نفسك بنفسك من غير ما تروح لأي حد او يستغلك اي دجال. قبل ما اقول لكم العلاج، انزلوا بسرعة في التعليقات واكتبوا الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، بنية ان ربنا يفك سحركم ويفك كربكم ويزيل همكم. اول حاجة هنحتاجها هي ماء مقطرة، يعني هنجيب كمية من المية ونغليها ونسيبها تبرد. بعد كده هنبدأ نحط فيها فنجان من ماء الورد مع 7 ورقات من نبات السدر ونقطتين من زيت الزيتون. بعد كده هنقرأ على المية سورة الفاتحة وآية الكرسي، كل واحدة منهم 7 مرات. وطبعا يشترط الطهارة وتكون القراءة واحنا على وضوء. وبعد الانتهاء من أول شرب من كاس مية وتكون على الريق، هنبدأ بقراءة سورة ياسين. بعد كده هنكمل شرب المية على مدار اليوم كله، ومع آخر كاس من المية قبل النوم هنقرأ سورة ياسين مرة تانية مع قراءة سورة الجن. قبل النوم مباشرة هنصلي ركعتين لله بنية فك سحرنا. بعد ما نخلص الصلاة هنبدأ بقراءة سورة القمر وسورة البروج وسورة الطارق. بعد ما نخلص القراءة هندهن جسمنا بالمسك، وتكون آخر قراءة ودهان المسك قبل النوم مباشرة، ويكون النوم على الجانب الأيمن. والموضوع ده هنستمر عليه يوميا لمدة 3 أسابيع.